لا يمكنني اضع الكلام في فم عبد الله وراء. لا هو عبد الله وراء لا يسأل، يمكن هو يسأل ترك لك الإجابة. انا بانظر من وجهه نظري زاويه وجهه نظرك. لا بس ابو محمد انا سالتك السؤال امس على الشان السعودي ولا انا اسالك على الشان الكويتي. لو القرار قراري من بكره يستلم الاتحاد الكويتي عملاق اسيا وعرابها ابو كره القدم في اسيا وابو كل القرارات احمد الفهد. انا لو ودي انا كشخصيه انا مقتنع بشخصيه الرجل ده، ومقتنع ان عوده الرياضه الكويتيه انه يعطى كل الصلاحيات. طريق احمد الفهد على مستوى العالم يتخذ قرار، ما يقدر يطور رياضه بلد، لكن هناك ايضا منهم ضده في الكويت. هذه وجهه نظري يا عبد الله. كلامك صح. اثنين طالما دخلت في الاداره. لا ما دخلت طالما دخلت في الاداره بالعكس احترمك. لكن اذا القرار قراري انا واشوف ان مع احترامي لكل الرياضيين في الكويت بعد الشيخ فهد الاحمد، انا ارى رياضه الكويت لن تعاد الا من خلال احمد الفهد اذا اعطي الصلاحات وسلم من أندية التكتل والمعاريس. حتى في الكويت ظاهرة غير صحيحة، إني أكون رئيس اتحاد ورأس نادي، إني أكون رئيس مجلس أمة ورأس نادي. خلاص خليني أقول لك. لا ما في بالكويت. بس ما يتدخلوا. أنت ما تقول لي طلال كان رئيس اتحاد وبعدين رئيس نادي. لا بس مو بنفسه عارف. ما يصير. بس في النهاية دي أبعدوا جمع المناصب عندنا ما في. أبعدوا عن الاتحاد. وفي وقت سابق كان هو بيقول لعبد الله أمس إنه سبب التناقض في الكويت هو وجود مرزوق الغانم على الكويت ومين؟ ورئيس الاتحاد طلال فهد. صح السنوات اللي فاتت كلها. اي فالان الرياضه الكويتيه اذا انت صادق لا تحتاج طلال ولا تحتاج مرزوق، تحتاج رجل قوي. وانا ما اعتقد، ارى ان القوه بعد الله طبعا، والرجل اللي يقدر مثلا يعيد التوازن، بس بشرط انه ما يوجد هناك من يطلع في الفضائيات او في الاعلام انه طب اذا احمد الفهد ما يقدر يكون موجود، ايش رايك في وجود طلال الفهد؟ انت متابع. طلال الفهد وصل لمرحله الان الشارع ما عاد يقبله بناء على كلام عبد الله، بناء على اللي بيكتب، فبالتالي عندما انت تجد نفسك انك محاصر بهذه الاشياء. انت تتكلم عن لا خلي الشارع وخلي انت مطلع. ايش تشوف الوضع الحالي؟ انت اعلام وخضره من فترات طويله وتتابع الكل. طيب. الوضع الحالي لا تقول لي الشارع ايش يقول، انت راي احمد الشمراني على وجود شيخ طلال الفهد ايش تقول؟ الشيخ طلال الفهد اللي يعجبني فيه يا رجال غير يا اخي رجع على خلينا نتكلم. طيب يا رجال مش عم صدق لا تغشمر عاد. خلينا نتكلم. هذا لا مو طبيعي عبد الله. خلينا نتكلم. مستحيل. الشيخ طلال الاحمد اللي عاجبني فيه انه الرجل يا طويل العمر شجاع، يطلع يقول لك انا فشلت انا ده، غيره ما يقدر يقول كلمه. مساله انه يجي الكويت رجل بيواجه هذا التيار وبيقول لهم انا باقي، انا اعتقد انه شجاع. انا وعبد الله وبران وانت الان كلنا والله غريب يا ابو محمد. ما طالب باستقالته، انا بالعكس اتمنى الشيخ طلال يبقى. اذا احمد الفهد ما بيرجع، الانسب للكره الكويتيه هو الشيخ طلال. وجهه نظري احترموها. نحترمها بس نناقشك فيها يا ابو محمد. نحترمها رايك. نناقشك فيها. لا انا جيت يا مشعل لا بس انت تقول لا معلش انا معاه يا اخي عبد الله، بس خلي انا والله لا اعطيك الفرصه انت لانك كويتي وتستحق. مو سالفه مشعل كويتي. لا اقصد انك مطلع اكثر مني بكل تاكيد. لا بس انا بسال اسئله. مش فعلت احنا خسرانين وتضحك. بسالك اسئله. ما كره قدم دي عبد الله، انت لاعب كره قدم. لا يعني تضحك مع محمد ما يبغى اسئله يروح عليك. خسرنا ب6 7 كوره. محمد انت كيف